بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا حبايب تالتة إعدادي، اللهم صل على سيدنا محمد. كتير منكم طلب مني شرح الدرس الثاني في الجبر، وهو حل معادلة من الدرجة الثانية في مجهول واحد بيانيا وجبريا. طيب صلوا على النبي. هو إن شاء الله درس سهل وبسيط جدا، وأنت أصلا يعتبر عندك يعني ممكن نقول 50% من معلوماته أنت أخدتها في الترم الأول. وهفكرك سريعا كده. يلا صلى على النبي. خدنا طبعا الدالة التربيعية في الترم الأول. الدالة التربيعية. تقول لي معلش يا مستر كده أنا مش فاكرها ففكرني معلش. هقول لك الدالة التربيعية كانت دالة س، دي القاعدة العامة بتاعتها، بتساوي ألف س أس 2 زائد الب س زائد الجيم. وطبعا الألف اللي هو معامل السين تربيع لا يساوي صفر، تمام، لأن هي دالة تربيعية يعني من الدرجة الثانية. طيب وكنا كمان بقى كنا بندي لك مثلا فترة وانت تمثلها بياني، وتجيب بقى القيمة العظمى او الصغرى، وبتجيب كمان نقطة رأس المنحنى، وبتجيب اللهم صل على سيدنا محمد معادلة محور التماثل والكلام ده كله. تمام. طيب وكمان كنا بنحل جبري قبل كده بقى في تانية اعدادي. كنت انت بيجي لك على السؤال كده مثلا يقول لك ايه، حل المعادلة. لسه ما دخلتش في الدرس يا شباب. يقول لك مثلا حل المعادلة س أس 2 ناقص 5 س زائد الستة بتساوي صفر. يقول لك هات لي مجموعة الحل في ح. طيب فأنت كنت بتعمل إيه في تانية إعدادي؟ طبعا كنا بنستخدم التحليل. طبعا يا جماعة ما ينفعش نركن التحليل، ده التراكمي عندك في الترم التاني موجود أكتر ما هو موجود في الترم الأول. فأنت أي حاجة تراكمية إيه يعني ما تزعلش لما أنت ما تعرفهاش في الأول، بس سجلها عندك وإيه وما تغلطش فيها تاني يعني. تمام. طيب فاحنا كنا بنحل ازاي؟ والله بص سريعا كده، كنا بنفتح قوسين جنب بعض كده وطبعا بيساوي صفر. كنا بنحلل الحد الاول والحد الثالث. تمام. طبعا س اس 2 هتقول لي س وس. طيب عشان قلت لي بس يا مستر معلش انا بتلخبط في الارقام اللي انا بجيبها جنب السين هنا، اعمل ايه؟ اقول لك بص سهله وبسيطه جدا. كنا بنعمل مخطط بسيط كده في الجنب. انت حالا عايز عددين صح؟ حاصل ضربهم الحد الأخير. تمام، يعني حاصل الضرب بتاعك موجب 6 وحاصل جمعهم سالب 5 اللي هو الحد اللي في النص. يبقى انت حالا محتاج عددين حاصل ضربهم موجب 6 وحاصل جمعهم سالب 5. طيب ببساطة كده هو الكام في كام بيديني موجب 6؟ والله يا مستر الاتنين في 3. تمام. او خلي بالك سالب 2 في سالب 3. تمام، فكر كده بسهولة يعني. تمام. الاثنين والثلاثة مجموعهم كام؟ والله مجموعهم 5، وانا عايز المجموع سالب 5، فبالتالي دول كنسل. طيب السالب الاثنين والسالب 3 لما تجمعهم هل هيديك سالب 5؟ ايوه يا مستر هيديني سالب 5. خلاص يبقى هم دول اللي انت هتستخدمهم. يبقى انت عندك هنا سالب 2 وعندك هنا سالب 3، وكنت بقى بتقول عندك قوسين مضروبين في بعض والناتج صفر. فانت بتقول اما القوس الاول يعني اللي هو السين ناقص الاتنين هتساوي صفر. طبعا نستنتج ان السين بتساوي 2، او السين ناقص التلاتة بتساوي صفر. يبقى طبعا السين بتساوي موجب 3، ويبقى إذا مجموعة الحل بتاعتك هي المجموعة 2 و3. وكده خلص. تمام واضح. وطبعا الاتنين والتلاتة ده بقى عشان تبقى فاهم، وانا يهمني يبقى انت فاهم، يعني بنقول عليهم جذري المعادلة او حلين الحلول بتاعت المعادلة يعني، جذري المعادلة. وبالمناسبة هي جيت بالمرة بقى، بالمناسبة ان مجموع، ولا بلاش عشان ما تتلخبط. يلا صلوا على النبي. ندخل بقى في الموضوع بتاعنا على طول، وهو ازاي نحل معادلة من الدرجة الثانية في مجهول واحد. وهناخد طبعا الحل البياني الأول. ازاي بقى نحل بياني؟ نفس زي ما قلت لك اللي انت كنت بتعمله الترم الأول هنعمله هنا، بس في حاجة إضافية. هناك كنت بطلب منك مثلا رأس المنحنى، بطلب منك القيمة سواء بقى عظمى أو صغرى، كنت بطلب منك معادلة محور التماثل. خلي بالك هنا برضو انا هطلبهم منك، بس في اضافه حاجه هقول لك ايه. هات لي مجموعه الحل. تمام. طب مجموعه الحل ده يا مستر هعمل فيها ايه؟ هقول لك بص انت هيبقى معاك ان شاء الله 3 حالات. خلي بالك بقى وركز معايا وصلي على النبي كده. ده ارتفاع بسيط ان شاء الله.
قال لك طبعا الدالة التربيعية انت عارف ان هي بيانيا بتبقى على حرف يو، سواء بقى بصة لفوق، بصة لتحت، بصة يمين، بصة شمال، هي كده كده حرف يو. ماشي. طيب فانا مثلا ارسم لك اول شبكة معاك اهي. افرض بقى يا مستر طلعت معايا بالشكل ده، طلعت معاك كده. هقول لك بقى عشان تجيب مجموعة الحل، ركز بقى معايا. المقصود هنا بمجموعة الحل وهي نقاط تقاطع الدالة مع محور السينات. يبقى انت هتشوف الدالة بتقطع محور السينات فين. تمام. سواء بقى نقطة او نقطتين او مفيش. تمام. ويبقى دي هي مجموعة الحل، نقاط تقاطع الدالة التربيعية بتاعتك مع محور السينات اللي هو س س شرط. طب هنا في الحالة الأولى دي الدالة اللي هي الحرف اليو ده قاطع محور السينات فين؟ والله نقطتين، هنا النقطة الأولى وهنا النقطة الثانية. يبقى خلاص هنا مجموعة، لو سميتها مثلا نقطة، خلي بالك هسميها النقطة ألف. النقطة مكونة طبعا من س وص، فأنا هسمي دي النقطة ألف ودي النقطة ب. تمام. فبالتالي مجموعة الحل في الحالة الأولى هتساوي المجموعة ألف وب. خلي بالك ألف وب دول مش أرقام، دول نقاط. يعني مثلا لو ألف ده مثلا اتنين، فدي النقطة اتنين وصفر عشان هي على محور السينات. ودي لو سالب واحد مثلا، فبالتالي يبقى سالب واحد وصفر. يبقى مجموعة الحل اتنين وصفر وسالب واحد وصفر. تمام. طيب إيه الحالة التانية؟ قال لك لو طلع معاك المنحنى بالشكل ده، خلي بالك وركز، طلع معاك كده. طبعا واضح جدا ان هو لامس محور السينات في نقطة واحدة اهي. تمام. فيبقى كده عندك مجموعة الحل، انا قلت لك التقاطع الدالة مع محور السينات اهو، نقاط تقاطع الدالة مع محور السينات. في الحالة الأولى كانوا نقطتين، كان عندك حلين. ممكن نكتبها كمان بالمرة، يوجد حلين للمعادلة. طيب في الحالة الثانية هو قاطع محور السينات في نقطة واحدة. خلاص يبقى لو سميت النقطة دي مثلا وليكن س، فبالتالي هتبقى مجموعة الحل هتساوي المجموعة س. وقلنا يا جماعة السين دي النقطة كاملة، يعني لو السين دي مكانها مثلا واحد، فبالتالي هتبقى المجموعة واحد وصفر. وهقول لك طريقة حل واحنا بنحل في المثال، هخليك أصلا تجيب مجموعة الحل من غير أصلا ما ترسم. يعني أنت كده هترسم بس إيه اللي هو إيه تقضية واجب يعني. تمام. طبعا هنا عندك حل وحيد، هنا حل وحيد. في الحالة الثالثة أو الشكل الثالث اللي هيطلع معاك إن شاء الله، هما تلات حالات بس. هذه الشبكة طبعا اظن انت عارف هو هيبقى ايه يعني. الحاله الاولى حلين، الحاله الثانيه حل وحيد، يبقى اكيد الحاله الثالثه مفيش حلول يعني. طالع معايا كده. تمام. فبالتالي هنا عندك هو مش لامس محور السينات، في فراغ هنا مفيش، مش لامسه خالص. فبالتالي هنا لا يوجد حل. يعني مجموعه الحل ايه في لا يوجد حل دي؟ مجموعه الحل طبعا هتبقى واضح جدا ان هي فاي، لا يوجد حل. ماشي. ان شاء الله تكون واضحه وصريحه. يلا صلوا على النبي. عايز كمان بس افكرك بكمان حاجه، ويبقى بس كده اللي كل المطالب اللي هتقابلك ان شاء الله مش هتخرج بره الكلام اللي احنا قلناه ده، وبعد كده هتحل الاسئله بتاعتك. طبعا احنا قلنا في المعادله اللي هي ا س اس 2 زائد ب س زائد ج، طبعا اللي هي المعادله طبعا هي بتساوي كده. طبعا واضح جدا ان طبعا انت عارف ان الالف ده معامل س تربيع، والب معامل س، والج اللي هو الحد في النص. لما يطلب منك احداثي رأس المنحنى، طبعا الكلام ده يا جماعه من الترم الاول، وخلي بالك عليك في الترم الثاني. هو مش مشروح في الكتاب اي نعم، بس في التدريبات هتلاقي موجود الحاجات دي. احداثي رأس المنحنى كنا قلنا ايه؟ كنا قلنا سالب ب على الاتنين الف، ودالة السالب ب على الاتنين الف. تمام. طبعا سالب ب على الاتنين الف الب طبعا اهي الب والالف، طبعا الجيم قلنا الحد المطلق. تمام. طيب
وقلنا كمان معادلة محور التماثل. محور التماثل هي ايه؟ قلت لك هي دايما بتاخد الاحداث السيني بتاع راس المنحنى. طب الاحداث السيني في راس المنحنى ايه؟ سالب ب على 2 الف. يبقى معادله محور التماثل س بتساوي سالب ب على 2 الف. لو قلنا مثلا نقطه راس المنحنى وليكن طالع معاك 3 و5، فبالتالي معادله محور التماثل تبقى س بتساوي 3. واخد بالك؟ وطبعا الاحداث الصادي هنقولها كمان شويه، وهو القيمه العظمى او الصغرى ايا يكن على حسب اشاره معامل السين تربيع. واقول لك برضو تحدد القيمه العظمى والصغرى ازاي من غير برضو ما ترسم. تمام؟ يعني ان شاء الله هنسهل عليك باذن الله. فقال لك لما يكون عندك الالف اكبر من صفر، ففي الحاله دي هتبقى قيمه صغرى. ركز، في الحاله دي هتبقى القيمه صغرى. القيمه صغرى. وطبعا يا جماعه المقصود باصغر من صفر يعني سالب. ماشي؟ وطبعا القيمه الصغرى يعني بتكون المنحنى مفتوح لاعلى. طيب، طب عندما الألف أقل من صفر، خلاص بقى معروفة يعني. سوري يا شباب، أنا قلت أكبر من صفر سالب موجب. هي مؤثر بقى. هي طبعا أقل من صفر هو السالب، فبالتالي هتبقى القيمة قيمة عظمى. القيمة عظمى، وطبعا المنحنى بيكون مفتوح لأسفل، بيبقى بالشكل ده. يعني يقولوا مرة لفوق ومرة لتحت. وقلنا أقل من صفر يعني سالب. طيب، ركز بقى معايا وصلي على النبي، وهنشوف المثال وهنفهم واحدة واحدة. طيب، بيقول لك مثل بيانيا منحنى الدالة. طيب يلا يا شباب صلوا على النبي. قال لي مثل بيانيا منحنى الدالة، وقال لك الدالة دالة س بتساوي س أس 2 ناقص الاثنين ناقص 3. وقال لك استعين بالفترة سالب الاثنين و4، ومن الرسم عايزين مجموعة الحل. طبعا يا جماعة في ناس لما تشوف السؤال كده يقول لك مجموعة الحل المعادلة س أس 2 ناقص الاثنين س ناقص 3 بتساوي صفر. هي كانوا بيقول لك هات لي مجموعة الحل. تمام؟ طب ما هو بص لاحظ كده، س أس 2 ناقص الاثنين س ناقص 3 هي الدالة اللي أنت بترسمها أصلا. تمام؟ فأنت ما تتخضش، هو مش جايب لك سؤال تاني يعني. طبعا القيمة الصغرى للدالة، فكتر خيره اللي هو قال لك قيمة صغرى يعني وحددها لك يعني. طبعا قيمة صغرى يعني الألف بتاعتك هنا اللي هو معامل س موجب، لسه قايلينها فوق اهي. طيب بص بقى، فاحنا هنعمل ايه؟ أولا أنت تركز معايا على أول حاجة الفترة، لأن دي اللي هتخليك ترسم البياني، دي اللي هتكون منها الجدول يعني. فترة عندك من سالب الاثنين لأربعة. ثاني ماشي. يبقى أنا هعوض من أرقام من أول سالب الاثنين لحد الأربعة. يلا هطلع فوق سنة كده وهكتب لك الدالة ما تقلقش. دالة س عشان هنعوض فيها يعني بتساوي س أس 2 ناقص الاتنين س ناقص التلاتة. دي اللي انت هتعوض فيها ان شاء الله. تمام؟ الفترة بتاعتك سالب الاتنين لأربعة قلنا، ده اللي انت محتاجه من سؤالك. يبقى انا اول حاجة هنحط مرة السين بتساوي سالب الاتنين. تمام؟ ونعوض في الدالة. يبقى دالة سالب الاتنين هتساوي، طبعا سالب شيل كل س وحط مكانها سالب الاتنين. وخلي بالكم يا شباب من الاشارات، سؤال سهل بس اللي بيوقعك الاشارة. ناقص الاتنين في سالب الاتنين ناقص التلاتة. طبعا الناتج هيطلع معاك 5. ممكن اقول لك طريقة سهلة سريعا جدا كده واحنا هنا يعني بالآلة الحاسبة. انت تعمل آلة حاسبة، شيل كل س واعمل مكانها اقواس. يعني اول حاجة س اس 2 يبقى انت تعمل اقواس اس 2 على الآلة الحاسبة، ناقص الاتنين وتفتح اقواس برضو على الآلة الحاسبة، ناقص التلاتة. دول ثابتين معاك. ايه اللي بيتغير؟ الرقم اللي انت هتكتبه جوه هنا في الاقواس. انا عايز اول حاجة دالة السالب 2، يبقى انت تكتب سالب الاتنين سالب الاتنين، تتك يساوي وتطلع الناتج. بعد كده عايز سالب واحد، خلاص اكتب سالب واحد سالب واحد يساوي وطلع الناتج. صفر صفر وصفر يساوي وطلع الناتج. كده باذن الله انت مش هتغلط فيها نهائي. تمام؟ وطبعا تبقى تكتب الخطوات يعني، بس انا بقول لك من باب التسهيل على نفسك يعني. طيب نرجع بقى لموضوعنا. يبقى انا كده جبت دالة سالب الاتنين. بعد كده هنحط السين بتساوي سالب واحد، فبالتالي دالة السالب واحد هتساوي سالب واحد أس اتنين ناقص الاتنين في سالب واحد.
ناقص التلاتة طبعا هتساوي صفر. بعد كده هنحط السين بتساوي صفر، هيبقى دالة الصفر بتساوي طبعا صفر أس اتنين ناقص الاتنين في صفر ناقص التلاتة، ودالة الصفر هتساوي سالب التلاتة. بعدين السين بتساوي واحد، هنحط طبعا دالة الواحد هتساوي واحد أس اتنين ناقص الاتنين في واحد ناقص التلاتة طبعا هتساوي سالب أربعة. تمام. بعد كده السين هنحطها باتنين، هيبقى دالة الاتنين هتساوي نفس كل مرة شيل السين وحط مكانها القيمة اللي انت عايزها، ناقص الاتنين في اتنين ناقص التلاتة، دالة الاتنين هتساوي سالب التلاتة. وبعد كده السين بتساوي تلاتة، هيبقى دالة التلاتة هتساوي تلاتة أس اتنين ناقص الاتنين في التلاتة ناقص التلاتة هتساوي صفر. وآخر حاجة طبعا دالة الأربعة هتساوي سوري هتبقى السين بتساوي أربعة، هيبقى دالة الأربعة هتساوي طبعا أربعة أس اتنين ناقص الاتنين في أربعة ناقص التلاتة طبعا هتساوي خمسة. بعد كده لازم طبعا تعمل الجدول بتاعك عشان ما تتلخبطش وانت بتحدد النقط. طبعا عندك س ودالة س زي ما انت كنت بتعمل في الترم الأول بالظبط، س ودال س. طبعا احنا معانا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، سبع خانات. يلا صلوا على النبي. عملنا الجدول، اول معانا قيم السين كلها سالب الاتنين طلعت لنا خمسة. خلي بالك اهو عشان اللي مش واخد باله، السين بسالب الاتنين طلعت معانا الخمسة، وبعدين السين بسالب واحد طلعت معانا الصفر، وبعدين كذلك بقى الصفر والسالب تلاتة، السين بواحد سالب أربعة، اتنين سالب تلاتة، تلاتة صفر، أربعة خمسة. يبقى سالب اتنين سالب واحد صفر واحد اتنين تلاتة أربعة. بعد كده خمسة صفر سالب تلاتة. ركز بقى عشان أقول لك بقى إزاي بتجيب مجموعة الحل من غير ما تكتب أصلا. سالب تلاتة سالب أربعة سالب التلاتة تاني وبعدين الصفر وبعدين الخمسة. بص يا شباب صلوا على النبي. مش أنا قايل لك من شوية إن المقصود بمجموعة الحل نقط التقاطع مع محور السينات؟ فأنت قلت لي أيوه يا مستر التقاطع مع السينات. طيب مش التقاطع مع السينات دي معناها ان الاحداثي الصادي بصفر؟ الاحداثي صاد بيساوي صفر. هتقول لي ايوه، هقول لك خلاص يبقى نقط التقاطع اللي هي هتبقى مجموعة الحل بتاعتك، شوف مين فيها اللي الصاد بتاعتها بصفر. تعال نشوف. لو لاحظت معايا هنا هتلاقي اول واحدة السالب الاتنين وخمسة دي لا، انا هشوف مين اللي فوق. طبعا الصاد يا جماعة هي ده السين. تمام. لو لاحظت بقى عندك تاني نقطة معاك، تاني نقطة معاك وهي سالب واحد وصفر. مش هنا الصاد بصفر اللي هي دالة س؟ ايوه بصفر. خلاص يبقى دي اول نقطة معاك اللي هي سالب واحد وصفر. ما احنا قلنا بقى التقاطع مع السينات، والتقاطع مع السينات يعني صاد بصفر. طيب بعدين صفر وسالب تلاتة دي لا، واحد وسالب أربعة لا، اتنين وسالب تلاتة لا، تلاتة وصفر برضو الصاد هنا بصفر اهي. تمام. فيبقى عندك برضو دي تاني نقطة، وبالتالي دي تبقى الحالة الأولى معانا. لو أنت فاكر هنا الحالة الأولى اهي، المنحنى قاطع محور السينات في نقطتين. تمام. فبالتالي كده انا جبت مجموعة الحل من قبل ما ارسم اساس. طبعا هسيب لك الرسم انت ترسمها وان شاء الله يطلع معاك نفس النقاط دي بالظبط مليون في المية. تمام. بعد كده هو كان طالب معايا ايه؟ كان طالب معايا القيمة الصغرى للدالة. طيب مش انا قلت لك الاول رأس المنحنى، هي مين رأس المنحنى الاول؟ هتقول لي طب انت حالا يا مستر ما رسمت. طب اشوف بقى انت هتجيب المطلوب التاني ازاي. هقول لك تعالى يا عم وهنشوف هنجيب المطلوب التاني ده ازاي. الاول ده خلصنا منه الحمد لله. بص يا سيدي، نقطة راس المنحنى دي بتكون في النص بالظبط. يعني ايه يا مستر في النص؟ يعني بص انت عندك سالب، دي اول نقطة شيلها مع الاخيرة، والتاني نقطة مع اللي قبل الاخيرة، والتالت نقطة برضو مع اللي قبل الاخير. يعني انت شلت ثلاثة من قدام. تمام. ثلاث نقط من قدام اللي هنا والتلات نقط من ورا. النقطة اللي في النص عندك دايما هي دي رأس المنحنى. شوف انا بحل اصلا من غير ما ارسم، يعني انا مش محتاج الرسم في حاجة، بس طبعا لازم ترسم. واخد بالك؟ فانت كده عندك نقطة رأس المنحنى بتاعتك
هي النقطة 1 و-4. يبقى بما أن عندك رأس المنحنى النقطة 1 و-4. طيب بالمرة تعالى نجيب كل حاجة بقى، بما انت جبت رأس المنحنى يعني. هات معادلة محور التماثل عشان يبقى سؤال شامل بس. وهات لي كمان القيمة الصغرى زي ما هو قال لك. ودي كل المطالب اللي هيطلبها منك في الحل البياني. معادلة محور التماثل قلت لك بتاخد الإحداث السيني. السين طبعا بتساوي عندك 1 في رأس المنحنى. والقيمة الصغرى بتاخد الإحداث الصادي، يبقى قيمة صغرى عند -4. وبس كده خلص. ان شاء الله تكون سهله وبسيطه. تمام، يبقى انت تاني اهم حاجه بس تعمل الجدول صح. عملت الجدول صح اللي هو القيم بتاعتك يعني، يبقى انت كده خلصت سؤالك وضمنته بنسبه 100%. تمام. فيبقى تاني مجموعه الحل المطلوب ده ما تتخضش منه. تاني حاجه تعوض صح يا جماعه، الله يبارك لكم. احنا في ثالثه اعدادي يعني، في ناس كتير قوي بتتلخبط في الاشارات وده طبعا غلط. تمام. تاني حاجه او تالت حاجه مجموعه الحل هي التقاطع مع السينات، وتقاطع مع السينات يعني الإحداث الصادي بتاعك بصفر. ومعنى إن الإحداث الصادي بصفر خلاص يبقى أنت كده جبت نقط التقاطع الدالة بتاعتك. هتقول لي يا مستر طب معلش بس بنحاول بس نجيب الأسئلة اللي هتخطر في بالك يعني. واللي عنده أي سؤال يكتب في الكومنتات وبإذن الله هنرد عليه. هتقول لي طب ماشي، هو طلع معاك في الجدول الإحداث الصادي بصفر في نقطتين، فأنت قلت يوجد حلين. طب لو كان طلع نقطة واحدة بس يبقى حل وحيد؟ يبقى حل وحيد. طب افرض ما طلعش بقى ولا صاد بصفر، خلاص يبقى مفيش تقاطع مع السينات، يبقى مجموعة الحل باي. بس كده سهلة وبسيطة. تمام كده. طبعا رأس المنحنى هي اللي هتحدد لك معادلة محور التماثل، وهي اللي هتحدد لك القيمة الصغرى أو القيمة العظمى للدالة بتاعتك. إن شاء الله تكون سهلة وواضحة وبسيطة. كمان سؤال برضو عشان نأكد عليها، وحاول تحل بقى أنت معايا يعني. بيقول لك إيه؟ بيقول لك إيه؟ مثل بيانيا منحنى الدالة دالة س بتساوي -س ناقص 3 أس 2 ناقص الاتنين ومستعينا بالفترة 0 و6. هتقول لي ايه ده يا مستر، احنا ما اتعودناش على كده. انا متعود انت بتدي لي الداله اللي هو اس 2 ناقص 2 س مثلا زائد 11 ولا حاجه وبتشتغل. انما ايه ده؟ هقول لك ايه المشكله يعني. بص يعني انت ما تتعودش على الافكار السهله وترجع تندم في اخر السنه ايام المراجعه يعني، او في اخر الترم وتتفاجئ بافكار كتير. تمام. فانت تعود على الافكار دي وهي اصلا سهله وبسيطه، انا بس ده انا بخدعك بشكل السؤال. بص يا صديقي صلى على النبي. دالة س بتساوي -س ناقص 3 أس 2 ناقص الاتنين. طيب تعالى بس كده نكتبها وواحدة واحدة، وإن شاء الله أنت اللي هتحلها مش أنا يعني. أس 2 ناقص الاتنين. هقول لك هو هيجرى حاجة لو أنا فكيت القوس اللي هو أس 2 ده؟ هتقول لي لا يا مستر خلاص. يبقى أنا هقول لك بتساوي كده، ما تنساش بس السالب اللي بره ده. عندك أس 2 يبقى مربع الأول س أس 2. الإشارة سالب، الأول في التاني في 2. 3 في 2 ب6 س، زائد مربع التاني يبقى 3 أس 2 9. تمام. واقفل قوسك وبعد كده ناقص الاتنين. تاني ما تنساش السالب اللي أنا عملته بره ده. دي أول وقعة ممكن تقع فيها. هتساوي اضرب لي السالب كده يبقى سالب س أس 2 زائد ال6 س ناقص ال9 ناقص ال2. اظبطها يعني اجمع الحدين دول، فهتبقى بتساوي سالب س أس 2 زائد ال6 س سالب 9 وسالب ال2 سالب 11. وهي دي المعادلة اللي انت هتشتغل عليها. بس هو ادالك المعادلة مش في أبسط صورة يعني. فانت بس اللي بسطتها، مش هيجرى حاجة لو انت بسطتها. بعد كده هتعمل ايه؟ خلاص هنروح نعوض بقى بالفترة بتاعتنا اللي هي طبعا عندك 0 و6. طبعا خلاص بقى انا علمتك التعويض، فانا هكتب لك الجدول على طول وهرسمها معاك عشان السؤال الاول ما رسمتهاش معاك، عشان برضو ما اكونش سبت لك حاجه يعني. التعويض ان شاء الله باذن الله سهل وكلنا بنعرف نعمله. هكتب لك الجدول عشان تبقى تتاكد من القيم بتاعتك. طبعا عندك س وعندك داله س اللي هي اصلا ص. يلا يا شباب صلوا على النبي. رسمنا الجدول. طبعا معانا الس من اول 0 لحد 6. يبقى طبعا 0 1 2 3 4 5 6. القيم إن شاء الله اللي هتطلع معاكم سالب 11 وبعدين سالب 6 وسالب 3 وسالب 2 وسالب 3 وسالب 6
وسالب 11. طيب صلوا على النبي بقى. وانا قلت لك ايه في مجموعه الحل، احنا كده كده ان شاء الله هنرسم، بس انا بس ايه بخليك تاخد بالك من كذا حاجه كده وانت شغال. قلت لك مجموعه الحل التقاطع مع السينات، يعني الصاد بصفر. هل في هنا صاد بصفر؟ مفيش ولا صاد بصفر. يبقى خلاص، يبقى انت كده عارف ان مجموعه الحل فاي من قبل ما احل. يعني انا كده اصلا خلصت سؤالي من قبل برضو ما احل، انت بس تعبت في الحته دي اللي انت تبسط لي شكل الداله. طيب تعالى بقى نرسم ونشوف. يلا صلى على النبي. طبعا احنا اقصى حاجه معانا سالب 11، فاحنا نطلع فوق خالص يعني. طبعا هنا عندك السوالب: سالب 1، سالب 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، سالب 11. ده اللي انا عايزه. تمام. عندك هنا طبعا 1، 2، 3، 4، 5، 6. كده كده انت مش محتاج السوالب اللي هنا يعني في حاجة. طيب يلا ركز بقى. أول نقطة معاك وهي صفر وسالب 11. يعني أنت معاك من صفر، طبعا صفر وسالب 11 يعني على محور إيه؟ محور الصادات، لأن السين بصفر. فبالتالي عند السالب 11 اللي تحت دي تقوم جاي عامل أول نقطة بتاعتك. واحد وسالب 6، من واحد وانزل لحد السالب 6. وبعدين 2 وسالب 3، 2 وانزل لحد سالب 3. 3 وسالب 2، 3 وانزل لسالب 2. وبعدين 4 وسالب 3، 4 وانزل لسالب 3. وبعدين 5 وسالب 6، 5 وانزل لحد سالب 6. و6 وسالب 11، 6 وانزل لحد سالب 6. وطبعا بنوصل بايدينا. طبعا واضح جدا ان هي مش لامسه محور السينات في اي حاجه، مش لامسه خالص. فده ياكد لك ان احنا لما قلنا من شويه ان مجموعه الحل هتبقى فاضي عشان مفيش تقاطع مع محور السينات. تمام. بس خلي بالك من الحاجات المهمه دي، هتسهل عليك جدا. وبرده ما تتخضش من شكل السؤال، يعني الموضوع سهل وبسيط ان شاء الله. تمام. طبعا لو طلبت منك رأس المنحنى، هي طبعا النقطة دي رأس المنحنى اللي هي 3 وسالب 2. لو طلبت منك معادلة محور التماثل، طبعا معادلة محور التماثل هتبقى السين بتساوي 3. قلنا بقى الاحداث السين. طب دي قيمة عظمى ولا صغرى؟ واضح جدا ان هي قيمة ايه؟ قيمة عظمى، لان رأس المنحنى فوق او المنحنى مفتوح لأسفل. او ممكن تقول ان معامل س هنا سالب، اهو سالب هنا اهو. لو رجعنا سنة بسيطة اهو سالب، يعني القيمة عظمى. دي حاجة قلناها موجودة في القيمة. يبقى طبعا قيمة عظمى عند الإحداث الصاد، عظمى عند السالب 2 أو بتساوي سالب 2 أيا كان، عشان تكون سهلة وبسيطة. بعد كده بقى نروح للمثال، وهو الحل الجبري. طبعا الاثنين مهمين يعني. بص يا صديقي، صلى على النبي. الحل الجبري سهل جدا. ركز بقى معايا. حاجة اسمها القانون العام، وخلي بالك ده اللي هنستخدمه ان شاء الله. وخلي بالك احنا الاول بس القانون العام ده شغال عامه في اي معادله، سواء قابله للتحليل او غير قابله للتحليل. بس انا عايزك تاخد بالك من ايه، ان انت ما تنساش التحليل، ما تركنش التحليل هيفيدك. طيب تعالى نشوف ايه هو القانون العام ده. قال لك س بتساوي سالب ب موجب او سالب جذر ب تربيع ناقص 4 ألف ج على الاتنين ألف. طبعا كلنا عارفين الألف والب والجيم. تعال ناخد مثال. يقول لك أوجد في مجموعة الحل. طبعا المعادلة بتاعتك 5 س أس 2 ناقص الاتنين س ناقص الواحد بتساوي صفر. يلا ركز بقى وصلي على النبي. طبعا يا شباب الألف هو معامل س تربيع وهو الخمسة، والباء هو معامل س، وخلي بالك من الإشارة ما تقولش 2، هو سالب 2، والجيم كذلك سالب 1.
بعد كده نطبق القانون. تمام. اللي هو السين بتساوي سالب ب موجب أو سالب جذر ب تربيع ناقص 4 ألف جيم على الاتنين ألف. خلي بالك بقى، انت معاك الألف ب5، ومعاك الباء بسالب 2، ومعاك كمان الجيم بسالب 1. فانت طبعا هتقول ايه؟ الباء بسالب 2 وهي اصلا في القانون سالب ب، فيبقى سالب السالب موجب، يبقى 2 موجب او سالب جذر ب تربيع 2 وسالب 2 اس 2 ب4 سالب او ناقص يعني 4 في الالف ب5 والجيم بسالب 1، طبعا على السالب الاتنين. حته كمان سوري الف 2 في 1 يعني. حته كمان بتقع فيها، وهي ان هنا في سالب وفي هنا كمان سالب، فانت هتضربهم في بعض وما تنساش الحته دي. هيبقى الاتنين موجب او سالب زي ما هي جذر 4 الأولى دي زي ما هي، 4 في 5 ب20، وطبعا السالب في سالب بموجب يبقى زائد ال20 على طبعا الاتنين. طيب وبعدين ولا أي حاجة، هيبقى عندك الاتنين موجب أو سالب جذر ال24 على الاتنين. طبعا جذر ال24، ال24 ال4 في 6، وجذر الأربعة 2، يبقى 2 موجب أو سالب جذر، قلنا الأربعة 2 يبقى 2 جذر 6 على الاتنين. طبعا لما توزع المقام 2 على الاتنين موجب او سالب 2 جذر 6 على الاتنين برضو، 2 على الاتنين 1 والاتنين دي مع الاتنين يبقى موجب او سالب جذر 6. يبقى اذا مجموعة الحل بتساوي المجموعة 1 زائد جذر 6 مرة وواحد ناقص جذر 6. درس سهل وبسيط. تمام. وخلي بالك هنا برضو طلع معاك هنا عدد الحلول، طبعا واضح جدا ان هما حلين. طب هتقول لي يا مستر مفيش طريقة كده في الحل الجبري ده نحدد عدد الحلول؟ انت قلت لي في البياني وخلاص عرفنا بنجيبها ازاي، وعرفنا من قبل ما نرسم والحوار ده كله. مفيش طريقة؟ قال لك في طريقة. ازاي بس مبقاش في طريقة؟ ده احنا عنينا. قال لك بص يا هندسة، حاجة اسمها المميز، وده اللي هيحدد لك عدد الحلول اللي هتطلع. طب ايه هو المميز؟ اللي مكتوب في القانون العام تحت الجذر. مش القانون العام انا كاتبه من شوية سالب ب موجب او سالب موجب او سالب جذر ب تربيع ناقص 4 الف ج على 2 الف. اهو المميز بقى الجزء اللي تحت الجذر ده. خلي بالك انا قلت اللي تحت الجذر، مش هناخد الجذر يعني. فهو ب تربيع ناقص ال 4 الف ج. قال لك انت عندك ثلاث حالات. اول حاله معاك وهي ان المميز بتاعك ده ب تربيع ناقص ال 4 الف ج لو طلع معاك موجب، يعني اكبر من صفر، يعني موجب. قال لك في الحاله دي هيبقى معاك حلين ومختلفين طبعا. تمام. يعني السؤال اللي احنا لسه حالينه من شويه ده، هو اللي تحت الجذر ده صفر في النهايه على ايه؟ والله صفر في النهايه على ان هو جذر 24. ال 24 دي موجبه يعني اكبر من صفر، فبالتالي طلع معايا حلين ومختلفين. خلاص. طيب قال لك الحاله الثانيه وهي ان الب تربيع ناقص ال 4 الف ج المميز بتاعك طلع بيساوي صفر. طبعا بيساوي صفر، ففي الحاله دي قال لك هيطلع معاك حل وحيد. ليه حل وحيد؟ لان كده كده اصلا الجذر هيكون طار، فلما الجذر لما يطير، لما يبقى الجذر ده كله بصفر، فهيطير فهيشيل معاه الموجب والسالب، فانت مش هتقول اما واو، فخلاص كده طار يعني، فعشان كده يديك حل وحيد. طيب الحالة الثالثة والأخيرة، قال لك لو المميز ده طلع أقل من صفر، يعني سالب يعني. هتقول لي بقى يعني إيه يا مستر؟ هقول لك لا يوجد حل، يعني فاي مجموعة الحل. هتقول لي اشمعنى؟ هقول لك بص، مش احنا قلنا القانون سريعا كده يا جماعة؟ السين بتساوي سالب ب موجب أو سالب جذر ب تربيع ناقص الأربعة ألف ج على الاتنين ألف. تمام. فلو اللي تحت الجذر ده طلع سالب، يعني وليكن مثلا السالب ب سالب مثلا 2 موجب أو سالب جذر، كل اللي تحت الجذر ده لما أنت حسبته طلع مثلا معاك سالب 25 على الاتنين مثلا. تمام. فأنت ينفع تقول جذر السالب 25؟ ما ينفعش. حتى لو كتبت على الآلة الحاسبة يديك ماس ايرور، فبرضه ما ينفعش. عشان كده بنقول ايه؟ لا يوجد حل، يعني مجموعة الحل ساعتها بتبقى ايه؟ بتبقى فاضي. ده عشان تعرف تحدد عدد الحلول بتاعتك. ان شاء الله يكون سهل وبسيط وواضح. هو درس سهل جدا ان شاء الله. ناخد كمان فكرة. اللهم صل على سيدنا محمد.
أوجد في مجموعة الحل، وقال لك المعادلة بتاعتك س ناقص الاتنين أس 2 بتساوي 8. طيب هتقول لي يا مستر أنا عندي حل غير القانون العام، هقول لك قول. هتقول لي بص، أنا ممكن أقول لك إيه؟ ممكن أقول لك السين ناقص الاتنين طبعا هياخد الجذر للطرفين، س ناقص الاتنين هتساوي طبعا موجب، خلي بالك، أو سالب جذر التمانية، موجب أو سالب، لأن ده أس 2، فما تقبلش حل آخر وتنسى الموجب والسالب وتبوظ الدنيا يعني. تمام، فهتقول بقى إما السين ناقص الاتنين بتساوي طبعا مرة بالموجب ومرة السالب جذر 8، يبقى ساعتها إن السين بتساوي جذر 8 زائد الاتنين، أو السين ناقص الاتنين بتساوي سالب جذر 8، يبقى ساعتها السين بتساوي سالب جذر 8 زائد الاتنين، ويبقى طبعا عندك مجموعة الحل بتساوي المجموعة مرة جذر 8 زائد الاتنين ومرة سالب جذر 8 زائد الاتنين، وكده خلصت. هتقول لي يا مستر يعني لو حليتها بالقانون العام هتطلع معاك كده؟ اه هتطلع معاك كده. تمام، وهسيبها لك تحلها. وممكن على فكرة برضو تكتب مكان جذر الثمانية ده 2 جذر الاتنين عادي يعني، فالموضوع سهل. فانا هسيبها لك تحلها بالقانون العام، وشوف بقى انت هتطلعها حلين ولا لا، او هتطلع نفس اللي انا مطلعه ده ولا لا. ماشي. كمان فكرة مهمة جدا دي بقى، بيقول لك إيه يا صديقي؟ قال لك س زائد واحد على س، ثواني، قال لك س زائد واحد على السين بتساوي 6. طيب نحل ازاي؟ هتقول لي يا مستر معلش، وانت ليه مش ظابط لي المعادلة؟ هقول لك ايه المشكلة، هو انت وانت بتحل فوق في السؤال اللي هو البياني ده راح فين؟ اه ده، هل انا كنت مديك المعادله مظبوطه زي ما انت متعود؟ لا، بس بسطها، ايه المشكله؟ طب هتقول لي طب انا هنا عشان احل يعني بالقانون العام فمحتاج الف وب وج، قلت لك تمام. طب الالف ده مين؟ قلت لي الالف ده معامل س اس 2. طب هل انت عندك س اس 2 اصلا؟ قلت لي لا. طب قلت لي امال هنعمل ايه؟ هقول لك مين اللي مضايقك في المعادله دي. هتقول لي السين اللي تحت دي الصراحه هي اللي مضايقاني، يعني اول ما شفتها قلت انا مش هعرف احل السؤال. اقول لك خلاص تعالى نشيل، خلي بالك يا جماعه، السين هنا لا تساوي صفر، وده شرط اساسي في السؤال يعني، لان ما ينفعش السين تبقى بصفر، هي مجهول فلازم يقول لك لا صفر. طيب اللهم صل على محمد، نكمل. عشان نشيل السين دي هقول لك تعالى نطلع بره السؤال ده سنه. هو انت لما ايه كان بيبقى عندك مثلا س على الاثنين زائد واحد بتساوي وليكن 3، بتنقل انت الواحد بعكس الاشاره صح؟ يبقى س على الاثنين بتساوي 3 ناقص 1 2. عشان تشيل الاثنين تحت دي مش انت بتضرب في 2 عشان تشيلها؟ اه خلاص نعمل هنا نفس الموضوع، اضرب في س، فلما تضرب في كل حد في س طبعا دي هتتشال مع دي، السين في س بس اس 2 زائد طبعا السين طارت مع السين اللي تحت فيبقى لك واحد بتساوي 6 س. دخل الحد ده جوه بعكس الإشارة ورتب المعادلة، يبقى س أس 2 ناقص ال 6 س زائد الواحد بتساوي 6. وبس كده يا هندسة هتحل سؤالك عادي جدا. الألف اللي هو معامل س تربيع هيبقى طبعا واحد، والب اللي هي سالب 6، والجيم اللي هي طبعا موجب واحد. بعد كده القانون بتاعك على طول سالب ب موجب أو سالب جذر ب تربيع ناقص 4 ألف جيم على الاتنين ألف، يعني هتساوي الب بسالب 6. خلي بالك ما تقعش في الإشارة، أهو الألف بواحد والب سالب 6، وغالبا بيوقعك في حتة الب دي يعني يديلك بسالب عشان تطلع سالب السالب موجب يبقى 6، موجب أو سالب جذر ب تربيع 36 ناقص 4 في الألف واحد في الجيم إيه برضو واحد على طبعا الاتنين ألف الاتنين. طيب وبعد كده ولا أي حاجة، هنبسط بقى جدا، هيبقى الستة موجب أو سالب جذر طبعا 36 ناقص الأربعة هتدينا 32. تمام، على الاتنين هيبقى بتساوي 6 موجب أو سالب جذر ال 32، ال 32 4 في 8 وجذر الأربعة 2 يبقى 2 جذر ال 8. خلي بالك ما خلصتش. و6 موجب أو سالب جذر ال 8 2 جذر ال 2 و2 في 2 ب 4 يبقى 4 جذر ال 2، يبقى ده الناتج بتاعها. اه أو
16 في 2 يبقى 4 جذر 2 سالب. طبعا انت ممكن تحسب الآلة الحاسبة مباشر عادي يعني. هنوزع المقام 6 على الاتنين 3 موجب أو سالب 4 على الاتنين 2 جذر الاتنين. وبس كده يبقى إذا مجموعة الحل بتاعتك بتساوي المجموعة 3 زائد 2 جذر الاتنين و3 ناقص 2 جذر الاتنين. وبس كده يا صديقي سؤالك خلص. وده سؤال بسيط جدا تمام. بس أنا عايزك بس تغير يعني مفهومك عن أنت إزاي تحل السؤال. يعني ازاي تتعامل مع السؤال عموما يعني. تمام. وما تنساش يا جماعه قلت لك القانون العام شغال في اي مساله. وخلي بالك التحليل برضو ما تنساهوش لانه مهم جدا وهيفيدك يعني. ان شاء الله يكون قدرت افيدكم يعني. وطبعا في كمان طريقه بالاله الحاسبه واكيد كلكم عارفينها يعني فمش محتاجه ان انا اقولها. وان شاء الله اي درس تاني او اي جزئيه عايزيننا نشرحها باذن الله نشرحها ومعاكم. وباذن الله نتمنى ان تدعمونا بالاشتراك واللايك. وإن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقكم وتوصلوا لحلمكم جميعا وما تنسوش تصلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.